بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وصلت لهذا الفيديو فاعتبريه رسالة فيها خير لك بإذن الله. خذي دقيقة واهدئي ولنبدأ معا. أختي الغالية، هذه الرسالة لك. إذا كنت كتعتني بالجميع وكتنسي نفسك، إذا كنت كتفكري في راحة الآخرين أكثر من راحتك، وإذا كان قلبك تعبان ولكنك كتبتسمي وتكملي يومك وكأن كل شيء بخير، بغيتك تعرفي حاجة مهمة: أنت أيضا تستحقين الاهتمام. في زحمة الحياة المرأة كتولي أم، زوجة، ابنة، أخت وصديقة، وأحيانا كتنسى أنها إنسانة عندها قلب يحتاج للراحة وروح تحتاج للسكينة. وما كنقصدش بالاهتمام بالنفس غير الأشياء الخارجية، بل حتى راحة القلب. جربي من اليوم تعطي لنفسك 10 دقائق فقط، بلا هاتف، بلا ضجيج، بلا مقارنة بالناس. اجلسي بهدوء، خذي نفسا عميقا وقولي الحمد لله. اقرأي صفحة من القرآن أو استغفري الله قليلا، أو ادعي لنفسك كما تدعين لأبنائك وأهلك. أحيانا نحن ننسى أن ندعو لأنفسنا، والله سبحانه يحب أن يسمع دعاء عبده ويعلم التعب الذي في قلبك حتى لو لم تخبري به أحدا. ولا تضغطي على نفسك لتكوني كاملة، لا توجد امرأة كاملة. ابدأي بخطوات صغيرة: نوم أفضل، صلاة في وقتها، شرب الماء، ترتيب بسيط ليومك، وكلمات طيبة تقولينها لنفسك. كل هذه الأشياء البسيطة يمكن أن تبدل إحساسك مع الوقت. وتذكري دائما: المرأة القوية ليست التي لا تتعب، بل التي تقوم من بعد التعب وتبدأ من جديد. وفي النهاية أختي، لا تنتظري حتى تصبح حياتك مثالية لتقتربي من الله، بل اقتربي من الله وستجدين القوة لتكملي الطريق بإذن الله. أسأل الله أن يشرح صدرك ويملأ قلبك طمأنينة ويرزقك راحة لا يعلمها إلا هو. وإذا وصلت إلى هنا فاكتبي في قلبك قبل التعليقات: أنا أستحق أن أعتني بروحي أيضا. اعتني بقلبك وكوني قريبة من الله. ولا تنسي: زاد الروح يبدأ بخطوة صغيرة. أراك في رسالة جديدة.